تعالى تعالى. دي خزنه في الدرج، ده الجديد. دي غرفه نوم فلورا. غرفه نوم فلورا هي الغرفه اللي فيها كل حاجه بدون اي حاجه. بمعنى ايه؟ ضرفه ساده، مفيش اي تفاصيل خالص. المقبض بتاعها دفء زي ما احنا شايفين. التقسيمه بتاعتنا تقسيمه دريسنج حلوه جدا. رف تخزين فوق، ستورج، ممكن ده يتشال او ده يتحط يتضاف معانا. عايزه رف واحد او عايزه 4 ارفف. تعليق قصير. ده كده معانا شكل الكومود. برده مفيش مقابض، مفيش اي حاجه. الكومود واخد كيرف من الجزء دوت واخد مستقيم في الجزئيه الثانيه. اوضه مكسيه من جوه ومن بره، قشر طبيعيه كلها. بنيجي للضرفتين اللي في النص، ضرفتين ستانلس. برده تقسيمه الدريسنج ما بين التخزين فوق ورف صغير وتعليق صغير والخزنه اللي موجوده معايا. وعندي خزنه ثانيه في الضرفه اليمين. موجوده فين؟ قلنا نخلف شويه، عملناها في البرنيطه من تحت. بحط اي ورق او بحط اي استخدام عندي. برضو الضرفه اليمين هي رفين، رف ستورج تخزين وهنا تعليق العالي. سراحه غرفه نوم فلورا فيها ميزه حلوه جدا، البرواز بتاع المرايه بتاعها كبير جدا. فلما عملت البرواز بالاطار الليد اللي في الظهر بالشكل دوت، انا مش محتاج اعمل ديكور. الدرج الاولاني معايا عباره عن مربعات صغيره. المربعات ديت عايز استخدمها للميك اب والساعات والاكسسوارز. الاتجاهات بتاعتي مفيش مشكله. عايز اشيل الجزئيه ديت خالص، احركها واخلي الدرج بتاعي مستقيم ما فيهوش اي تفاصيل، ان انا استخدمه استخدام تاني برده مفيش مشكله. برده الادراج بتاعتي كلها هيدن مخفيه، مفيش مقابض، مفيش اي حاجه. بفتح الدرج بالشطف بتاعي من تحت. شكل البف بتاعي محترم جدا، نص راوند صغير. كل الناس بتشتغل ظهر السرير زي ما احنا بنشتغل تنجيد عادي، مفيش اي مشكله. طب ايه التميز اللي ممكن يكون معانا في ظهر السرير؟ اختيار القماشه بتاع ظهر السرير لازم تكون مهمه جدا. ليه؟ عشان انا اي بنوته او اي حد ممكن يكون الشعر بتاعه فيه كريم او فيه اي حاجه فيبطع في الظهر بتاع السرير. لازم تكون القماشه معايا قابله للغسيل بشكل كويس. النقطه الثانيه السجنس بتاع الاسفنجات اللي موجود في ظهر السرير، ان انا ممكن اوفر بس ببند ظهر السرير وليكن ممكن يكون بند 3000 جنيه. ليه؟ انا عندي السجنس اللي ده ممكن اخليه طبقه سفنج واحده او طبقتين. انا هنا تقريبا واخد ستايل مرتبه كامله. بيودي معانا ان الانسيابات اللي انا شايفها دي طالعه معانا بشكل منمق جدا وشكل قوي جدا. غرفه نوم فلورا الدولاب بتاعنا 2 متر و70 في ارتفاع 2 متر 45. السراحه موجوده معانا مقاس 130. ظهر السرير موجود معايا 2 متر 70. الاسطومه بس بتاعتي او العوارض بتاعتي او انا هجيب المرتبه بتاعتي 160 في 195. الاثنين الكومود بتوعي 50 سم. غرفه نوم فلورا استلام فوري من سامي مودر. محتاج اعرف رايكم فيه.